يا ترى كم مرة فتحت موقع على الموبايل ولقيته بطيء جدا لدرجة انك قفلته ورحت الموقع تاني؟ انا متأكد ان ده حصل معاك اكتر من مرة. انا برضو بقولك العميل بتاعك بيعمل كده كل ثانيتين تلاتة. تأخير في فتح الموقع بتاعك بيكلفك عميل، والاخطر من كده ان جوجل نفسه بيحب المواقع السريعة وبيديها أولوية في الظهور، وبيستثني المواقع البطيئة اللي هي بتفتح من 10 ل 15 20 ثانية. فرصتك انك تظهر في نتائج البحث بتقل بشكل كبير. هو ده بالظبط اللي بيحصل. عميل بيدور على شاليهات للبيع في راس الحكمة، لقى الموقع بتاعك قدامه سواء النتيجة رقم واحد أو اتنين أو تلاتة أو في الصفحة الأولى حتى. موقعك قعد 10 ثواني أو 15 ثانية عبال ما يحمل الصور اللي في الصفحة الرئيسية. العميل بقى زهق. العميل خلال العشر ثواني دول خرج من صفحة المشروع وراح لموقع منافس بيفتح في أقل من 5 ثواني. طب باختصار شديد جدا إزاي تعمل ده؟ في خطوات بسيطة ممكن تعملها، إنك تقلل حجم الصور اللي على الموقع أو على صفحة المشروع بس من غير ما تقل جودتها. تاني حاجة بقى إنك تستخدم سيرفرات قوية، والأهم من الحاجتين دول إن في أداة مجانية من جوجل اسمها جوجل بيج سبيد انسايتس، بتقولك بالضبط بقى إيه اللي بيبطئ موقعك. مش بس كده، وبتقترح عليك حلول واضحة ومحددة عشان تصلحها. زي ما انت شايف قدامك كده، ده الموقع بتاعي وانا احطه في الاداة دي، وده التقرير اللي طالع لي. الموقع بتاعي واخد اعلى بيرفورمانس موجود لاني انا عامل كل الخطوات اللي قايل عليها جوجل بالترتيب وعلى احسن ما يكون. عشان كده الموقع بتاعي ما بياخدش 3 ثواني تحميل. الاداة دي بقى بتديك تقرير كامل، بتقولك موقعك سرعته كام، بيفتح في كام ثانية على الموبايل وعلى الديسكتوب، ايه الاخطاء اللي محتاج تصلحها. مش محتاج تكون خبير، الاداة دي بتوضح لك كل حاجة ببساطة. موقعك سريع يعني عميل مبسوط، وعميل مبسوط يعني احتمال كبير يفضل في موقعك ويشوف مشاريع اكتر، يقعد وقت اطول يتواصل معاك. طب موقع سريع يعني ترتيب احسن على جوجل، ولان جوجل بيعتبر السرعة عامل اساسي في تقييم المواقع، وده بيخليك تتصدر نتائج البحث وتبقى موجود في اول النتائج. يعني لو انت بتعتمد على العملاء اللي بيجوا من الويب سايت بنسبة كبيرة قوي، اعرف ان استثمارك في سرعة الموقع هو استثمار مباشر في زيادة المبيعات. لو حابب تعرف اكتر عن الادوات دي وازاي تستخدمها صح، تابع الفيديوهات الجاية وهشرح لك كل حاجة بالتفصيل ان شاء الله. اشترك بقى معانا في القناة وتابع الاسابيع اللي فاتت عشان نساعدك خطوة بخطوة توصل لموقع عقاري ناجح بإذن الله.